نسر التحليل يكشف آخر المستجدات في القلعة الحمراء وسوق الانتقالات الصيفي. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام محبي النادي الأهلي وعشاق كرة القدم. معكم نسر التحليل لنقدم لكم أحدث وأهم الأخبار من داخل القلعة الحمراء، بالإضافة إلى كواليس سوق الانتقالات الصيفي المشتعل. قبل أن نتعمق في التفاصيل، لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وبالتأكيد لا تبخلوا علينا باللايك القوي. هيا بنا نبدأ. المدير الفني للأهلي يشدد على الانضباط الدفاعي ويظهر العين الحمراء لخماسي الفريق. أعرب الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي عن استيائه الشديد من الأداء الدفاعي للفريق خلال المباريات الودية الأخيرة، على الرغم من عدم استقبال شباك الأهلي لأي أهداف. وقد وجه ريفيرو انتقادات حادة وصريحة للاعبين الخمسة في الخط الخلفي، وهم ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد عبد المنعم، محمود العش، بالإضافة إلى اللاعب الصاعد ياسين مرعي. وكشفت مصادر داخل الجهاز الفني أن ريفيرو يرى أخطاء كبيرة في التمركز والارتداد الدفاعي، خاصة في ظل اعتماده على طريقة لعب تعتمد على الضغط العالي وتقدم الظهيرين والأجنحة للهجوم، مما يخلق مساحات واسعة في الخلف تستغلها الفرق المنافسة في الهجمات المرتدة. ولاحظ ريفيرو خطورة الهجمات المرتدة خلال ودية إنبي الأخيرة، حيث اضطر مصطفى شوبير للتدخل في أكثر من مناسبة، مما اعتبره المدرب مؤشراً واضحاً على خلل في التنظيم الدفاعي. وفي ضوء هذه الملاحظات، وافق المدير الفني مبدئياً على فكرة الاستغناء عن المدافع المغربي أشرف داري في فترة الانتقالات الصيفية، والتعاقد مع بديل أكثر جاهزية يتناسب مع فلسفته. ومع ذلك تم تجميد ملف رحيل داري مؤقتاً لعدم وجود بديل مناسب حتى الآن. الأهلي يرفض التعاقد مع عدي الدباغ ويوجه لطمة قوية للزمالك. وجه مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صدمة قوية لنادي الزمالك قبل بداية الموسم الجديد، بعد أن تراجعوا عن التعاقد مع اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ المحرر في صفوف شارلروا البلجيكي، والذي كان قريبا جدا من الانتقال إلى الأهلي. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن سبب رفض الأهلي ضم الدباغ لا يتعلق بالجوانب الفنية، بل بخلفية إدارية وسياسية تعود إلى الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الأهلي والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على خلفية البيان الأخير الذي هاجم فيه الأهلي بعد رحيل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي. وكان الاتحاد الفلسطيني قد أعرب عن استيائه من طريقة تعامل الأهلي مع وسام أبو علي، معتبرا أن اللاعب لم يمنح الفرصة الكافية لإثبات نفسه. هذه الواقعة أثارت تحفظات داخل إدارة الأهلي، وتحديدا من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب الذي اعترض على لهجة البيان. وأوضحت المصادر أن هذا الحادث دفع الخطيب لاتخاذ قرار بعدم التعاقد مع لاعبين فلسطينيين في الوقت الحالي لتجنب تكرار الجدل. وكان عدي الدباغ أول ضحايا هذا القرار. وبعد انسحاب الأهلي من الصفقة، دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع اللاعب الفلسطيني لتدعيم خطه الهجومي. الأهلي يكثف مفاوضاته لتجديد عقد ديانج ويبحث عن عروض لمصطفى البدري وسمير محمد. كشف الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي يكثف تحركاته خلال فترة الانتقالات الصيفية لإنهاء ملف الثنائي مصطفى البدري وسمير محمد بعد خروجهما من حسابات الجهاز الفني. وأوضح أمير هشام أن إدارة الأهلي بدأت في البحث عن عروض رسمية للاعبين، خاصة في ظل عدم وجود طلب من نادي الاتحاد السكندري لضم البدري، عكس ما تم تداوله مؤخراً. وأكد هشام أن هناك رغبة قوية لدى مسؤولي الأهلي في حسم الملفين خلال الأيام المقبلة لتقليل عدد اللاعبين الغير مقيدين وتوفير فرص مشاركة أفضل لهم خارج الفريق. وفي ملف آخر، تحدث أمير هشام عن تطور مفاوضات الأهلي مع المالي أليو ديانج لتجديد تعاقده، مؤكدا أن اللاعب أبدى ترحيبا مبدئيا بالاستمرار داخل القلعة الحمراء، ولكنه اشترط أن يحصل على فرصة اللعب أساسيا خلال الفترة المقبلة. وأشار هشام إلى أن ديانج أبدى استياءه من فترة وجود المدرب السابق مارسيل كولر بسبب شعوره بالظلم وعدم الاعتماد عليه بشكل كاف، مما جعله يطلب التريث في حسم التجديد حين معرفة رؤية المدرب الفني الجديد خوسيه ريفيرو. وأوضح أن النادي عرض على ديانج عقدا جديدا بقيمة $1,000,000 في الموسم الأول، مع زيادة سنوية قدرها $100,000 ليصل في الموسم الثالث إلى $1,200,000، وهو الحد الأقصى الذي يمكن أن تقدمه الإدارة.
واختتم هشام أن اللاعب تحدث مع مدير الكرة محمد يوسف في معسكر تونس وأكد رغبته في الاستمرار، مشيرا إلى أن وكيله الجديد أحمد يحيى يتولى حاليا التفاوض وسط مؤشرات إيجابية لإنهاء الملف قريبا. مصطفى محمد يقترب من نيوم السعودي بعد تعثر مفاوضاته مع الأهلي. اقترب المهاجم الدولي مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي من الانضمام إلى صفوف النيوم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تعثر مفاوضاته مع النادي الأهلي المصري. وكان الأهلي قد أبدى اهتماما بالتعاقد مع مصطفى محمد لتدعيم هجوم الفريق، ودخل في مفاوضات رسمية وجادة مع نادي نانت الفرنسي الذي طلب 8 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة الأهلي التي رأت أن المقابل المطلوب مبالغا فيه. وبحسب مصادر مقربة من الصفقة فإن مصطفى محمد لم يبدي حماسا كبيرا للعودة إلى الدوري المصري في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن علاقته الجيدة بجماهير الزمالك ولاعبيه القدامى كانت سببا في تردده، إلى جانب رغبته في مواصلة مشواره الاحترافي في أوروبا. وفي ظل هذا التردد دخل نادي نيوم السعودي أحد أندية مشروع الاستثمار الرياضي التابع لصندوق الاستثمار السعودي على خط المفاوضات بقوة، وتمكن من إقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوفه، خاصة مع الطموحات الكبيرة التي يمتلكها النادي والمشروع الرياضي طويل الأجل الذي يهدف للمشاركة القارية، فضلا عن وجود أسماء كبيرة مثل أحمد حجازي في صفوف الفريق. كما تلقى اللاعب مصطفى محمد عرضا آخر من أحد أندية الدوري التركي، إلا أن العرض لم يرتق إلى طموحاته المادية أو الرياضية، مما جعله يفضل خيار الانتقال إلى الدوري السعودي. الأهلي يرفض التوقيع مع مهاجم مصري محترف أحمد حسن كوكا رغم ترحيب اللاعب. رفضت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التوقيع مع مهاجم مصري سوبر محترف في أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدة إغلاق باب التعاقدات هذا الصيف والاكتفاء بما جرى إبرامه في الأشهر الماضية بعد التنسيق مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للشياطين الحمر. من جهته قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحاته الإذاعية أن اسم أحمد حسن كوكا المحترف في صفوف فريق لو هافر الفرنسي ارتبط بالانضمام لصفوف الأهلي بعد اقتراب رحيل وسام أبو علي عن القلعة الحمراء. وأوضح أحمد شوبير أن الأهلي يرفض التوقيع مع المهاجم المصري السوبر المحترف وهو أحمد حسن كوكا رغم ترحيب اللاعب بالأمر ورغبته في ارتداء قميص النادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن النادي الأهلي أغلق باب الانتقالات الجديدة وسوق التعاقدات للموسم الكروي المقبل، واكتفت إدارة القلعة الحمراء بالصفقات الرسمية التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق ولن تضم أي لاعبين جدد هذا الصيف. أحمد شوبير يكشف عن صفقة مدوية جديدة في نادي بيراميدز. يسعى مسؤولو نادي بيراميدز إلى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتلبية رغبات المدير الفني الكرواتي لتعويض إبراهيم عادل الذي رحل لصفوف الجزيرة الإماراتي. قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه المذاع على راديو أون سبورتس FM: عندي خبر مهم جدا من نادي بيراميدز، وهو أن النادي في مفاوضات متقدمة مع نادي سان داونز الجنوب أفريقي لضم الجناح البرازيلي لوكاس ريبيرو كوستا. وأضاف شوبير: بصراحة بيراميدز لو نجح في ضم اللاعب فعلا هتكون صفقة مدوية وإضافة قوية جدا لتيم بيراميدز، خاصة إنهم عايزين يتعاقدوا مع جناح جديد لتعويض إبراهيم عادل. وأوضح شوبير أن اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو توج مؤخرا بجائزة أفضل هدف في كأس العالم للأندية الذي سجله في شباك بروسيا دورتموند الألماني بدور المجموعات خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الأخير برباعية مقابل 3 أهداف.